مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إذا تذكرون بالأمس قد وعدتكم أن نتكلم عن معنى البذل الذي هو أيضا معنى من معاني البر والإحسان. البذل في اللغة العربية جاء على عدة معاني. تقول العرب: بذل الشيء أي أعطاه وجاد به، ويقال بذل نفسه فداء أي جاد بنفسه عن طيب خاطر. ويقال عند العرب: بذل قصارى جهده أي أعطى كل ما في طاقته وقدرته. وبذل النفس التضحية فيها، وبذل نفسه أي ضحى بها. ويقال بذل الرجل روحه في سبيل الله أي ضحى بها، كما يقول الشاعر: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. والعرب تقول: بذل الشيء أي أعطاه مختارا عن طيب نفس. والبذل أيضا يأتي بمعنى العطاء والسخاء والكرم. تقول العرب عن الكريم: رجل بذل. وبذل المال أي أعطاه وجاد به عن طيب نفس. وأيضا تقول العرب: بذل الغالي والنفيس أي ضحى بنفسه وماله. فالبذل في اللغة العربية يدل على العطاء، يدل على الجود، على التضحية، على الكرم، على السخاء، أن يعطي الإنسان ما يقدر عليه من وسع وطاقة. هذا ما جاء في لسان العرب عن معنى البذل، وهو معنى عظيم من معاني البر والإحسان. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الباذلين، بذل حياته ووقته وعمره في الدعوة للإسلام وفي خدمة المسلمين. حتى تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا بعدما حطمه الناس، يعني في أواخر عمره كان يصلي وهو جالس. من كثر ما حطمه الناس، من كثر ما خدم الناس، أصبح محطوما لا يستطيع الوقوف. بذل وقته وحياته وصحته في خدمة المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصحابة ويدعو المسلمين في كل مكان وزمان إلى البذل. يقول عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على البذل والعطاء في كل يوم، في كل يوم، نعم في كل يوم تبذل وتعطي ما يقدرك الله عليه. وكل ميسر لما خلق له، واتقوا الله ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة لكن ابذل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فمن أعطى فلنفسه، ومن بخل فأيضا على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أقوام، إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم، إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. إذن البذل يكون بكل ما يستطيع الإنسان أن يقدمه في حياته من ماله
وهو الإنفاق في سبيل الله بالصدقة، بالوقف الخيري، بالأسلاف، في الوصايا الخيرية، في الهدايا، في القرض الحسن، في كل ما ينفق من مال، في الطعام، في الشراب، في الكساء، في الحوائج. هذا هو البذل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يعني كما يربي الإنسان الشاة الصغيرة أو المهر أو الرضيع من الأنعام، كما يربي الإنسان حتى يكبر، فإن الله عز وجل يقبل هذه الصدقة حتى لو كانت بعدل تمرة من كسب طيب، يقبلها الله بيمينه، يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل يوم القيامة، ويستظل المؤمن بظل صدقته يوم القيامة. البذل يكون أيضا بالمال العيني، ليس فقط بالمال اللي هو الدنانير أو الذهب والفضة، وإنما بما يملكه الإنسان من أغراض، من أدوات يستفيد منها إخوان المسلمين. والله عز وجل عاب في كتابه الكريم على الذين لا يبذلون ما يعين الناس على تيسير حياتهم. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، ما يعين الناس على قضاء حوائجهم. وكنا أول في الكويت في الدول العربية والخليج الناس عندها البذل كبير. يا ولد روح يجيب لنا ملح من بيت الجيران، يا ولد ناقصتنا طماطة، ناقصنا ثوم، يا ولد روح يجيب مقلة، روح يجيب جدر كبير، عندنا اليوم عزيمة، روح يجيب ملاس، روح يجيب ساطور. هذا هو الماعون الذي يجب أن نبذله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني يبي يحط له خيمة، يبي يحط له شراع، يبي يحط له ساتر، عنده عرس حق أحد أولاده، عنده عزاء، عنده مناسبة جميلة، يريد أن يعمل شيء، يبي يحط في جدارك طابوقة زايدة، يبي يحط خشبة، يبي يحط يغرس وتد. لا يمنع جاره أن يغرس خشبة في جداره. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة، يعني خصلة من خصال الخير، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. يا سلام يا أخواني يا أخواتي، هذا هو الماعون اللي عاب الله على من يمنع ويمنعون الماعون. وهذا هو البذل، أن يبذل الإنسان المال النقدي والمال العيني. يعني يعطي إنسان منيحة عنز، يعطيه شاة تدر باللبن يستفيد منها جاره. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. وإحنا ماذا نريد إخواني أخواتي؟ ألا نريد الجنة؟ ألا نريد سلعة الله الغالية؟ ألا نريد رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ألا نريد النعيم المقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ كيف نحصل على هذا النعيم؟ كيف نحصل على رضا الله؟ كيف نحصل على الخلود في الجنة؟ كيف نحصل على القصور التي تجري من تحتها الأنهار؟ فقط الإيمان باللسان، وإنما البذل والعطاء والسخاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله. يا سلام، من أفضل الصدقات أنك تحط خيمة يجلس فيها الناس، أنك تحط شراع، تحط لك مظلة، تحط لك بيت يأوي ناس، ظل فسطاط في سبيل الله أو في الجهاد، ومنيحة خادم في سبيل الله. يا سلام، تبذل خادم، تبذل سايق، تبذل خادمة، أخوك، أختك، جارك،
صديقك خادم مسافر، سايق مسافر، عندك سايقين أو 3، بسم الله ما شاء الله، تقول له خذ هذا السايق خله عندك يقضي حوائجك. إذا تبي شيء، أنا شغلي خفيف، أنا أولادي مسافرين، الآن خلصت المدرسة، عندي السايق، عندي السيارة الزايدة، عندي الشاليه، عندي المزرعة، عندي البيت، عندي الشقة الزايدة. هذا هو البذل. أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. يا سلام، عند طيور، عند أغنام، عند أبقار، عند إبل، يأتي يعطيه الفحل منهم حتى يطرق ما عنده من إناث الأنعام والدواب. كل هذا من البذل الذي علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الإنسان يبذل أمواله ويبذل كل ما يستطيع أن يبذله. هذا هو معنى البذل الذي نتحدث عنه اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. عندك ناقة زايدة، عندك حصان زايد، هذا على أيام قبل. الآن تيسرت الأمور، عندك سيارة زايدة، عندك مركب زايد. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. من أنواع البذل أيضا أن يبذل الإنسان من وقته، من جهده، من وقته، من قوته، من طاقته، من وجاهته لخدمة إخوانه المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع كثيرة من البذل للصحابة. دائما كانوا يأتون له يسألون: أي العمل أحب يا رسول الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ وكان يدليهم على أنواع البذل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل. يا سلام يا أخواني أخواتي، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشوكة عن طريق الناس من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق. تبذل حتى الابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وهني رسول الله يقول: ابذل الابتسامة. ناس ضايق خلقها، ناس مريضة، ناس محبطة، ناس مهمومة، لما تشوفك مبتسم ترى فيك البشر، ترى فيك التفاؤل، ترى فيك الأمل، ترى فيك الخير، ترى فيك المستقبل. وهذا من البذل أيضا. تعود على أن تبذل وتبذل وتبذل. ولو أن تنحي الشوك من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. أنت مار في طريق، مار واحد يم بيتك عامل، واحد جاي مسافر جاي من بلد ذكرت زيارة يبحث عن عمل، أو طاق إقامة جاي يدور عمل، أو فقد عملا ومار في الطريق، أو جاي يسأل عن بيت يبي يوصل حاجة، وأنت تشوفه تبتسم في وجهه تسلم عليه، تعطيه ماي، تعطيه مما أعطاك الله، تؤنس الوحشان في الأرض بكلمة طيبة: تفضل تفضل اقلط، تفضل حياك الله، تفضل حياك. يا سلام على هذا البذل، أن يبذل الإنسان. وأيضا في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصحابة عن البذل قال: وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة يديك مع الضعيف. وقال أيضا: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها. يا سلام، أو ترفع له عليها متاعه. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو البذل الذي نريد أن نؤكد عليه اليوم، وهو معنى عظيم من معاني الإحسان. وإذا كان الله قد أعطانا المال والصحة والوقت والجاه والأمن والأمان، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يا أخواني يا أخواتي،
الله نعم علينا بالكثير ويجب أن نعطي الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع عباده يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. خلنا نستغل هالخير اللي الله أعطانا إياه، هالوقت اللي الله أعطانا إياه، الصحة اللي أعطانا الله إياها، هالوجاهة اللي أعطانا الله إياها، نستغلها في البذل والعطاء للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتباذلين في، يعني محبة الله تكون للذين يتباذلون. فإذا منعنا هذا البذل فإن الله عز وجل سيأخذ منا ما أعطانا ويحوله إلى غيرنا ليبذلوه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع عباده يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. لنستغل حياتنا ووقتنا أموالنا في أن نبذلها للمسلمين، في خدمة الإسلام والمسلمين، في خدمة جيراننا وأرحامنا ووالدينا وأقربائنا وللأمة الإسلامية. هذا هو معنى البذل الذي أردت اليوم أن أركز عليه. أسأل الله أن يجعلنا من الباذلين. وجبت محبتي للمتباذلين فيه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إلى أن نلتقي معكم بالغد إن شاء الله مع معنى آخر من معاني البر والإحسان، وهو معنى التكافل، هذا المعنى الجميل. أستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني، فنار.